في رمضان 2025 سنشهد عرض مسلسل منتهي الصلاحية الذي يجمع بين كوكبا من النجوم مثل محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي. المسلسل من إخراج تامر نادي وتأليف محمد هشام عبية، ويضم 15 حلقة مشوقة ستعرض على قناة MBC مصر. أما الأميرة فستكون تجربة فنية مميزة مع ياسمين صبري ونيغولا معوض، بالإضافة إلى وفاء عامر وهالة فاخر. الإخراج لشيرين عادل والتأليف لمحمد سيد. مسلسل للنص الشعب اسمه محمد هو عمل درامي مميز يجمع بين الأداء الرائع لعصام عمر وهاجر السراج وميان السيد ورانيا يوسف تحت إشراف المخرج عبد العزيز النجار. يقدم لنا هذا المسلسل 15 حلقة مليئة بالتشويق والإثارة، حيث يتناول قضايا اجتماعية مهمة بأسلوب فني جذاب. أما مسلسل أشغال شقة فهو تجربة كوميدية فريدة من نوعها، حيث يشارك فيه هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين. مسلسل 80 باكو يجمع بين مجموعة من النجوم المميزين مثل هدى المفتي ورحمة أحمد، ويعرض على قناة MBC مصر ومنصة شاهد. يتكون من 15 حلقة ويعد من الأعمال الدرامية التي تستحق المتابعة. أما ظلم المصطبة في رمضان 2025 فهو عمل درامي آخر يضم ريهام عبد الغفور وإياد نصار، ويعرض على قنوات CBC وDMC. مسلسل لام شمسية هو عمل درامي مصري منتظر بشغف في رمضان 2025 مع طاقم مميز يضم أمينة خليل، أحمد السعدني، محمد شاهين وياسر اللوزي. يعدنا هذا المسلسل بتجربة درامية فريدة من تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوي، سيأخذنا في رحلة مشوقة عبر 15 حلقة تعرض على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصة واتش IT. وفي الجهة الأخرى يعود مسلسل جودر 2 ليواصل قصته المثيرة مع ياسر جلال ونور وياسمين رئيس. مسلسل قهوة المحطة في رمضان 2025 يعد من الأعمال المنتظرة بالشغف، حيث يجمع كوكبة من النجوم مثل أحمد غزي، أحمد خالد صالح وبيومي فؤاد. الإخراج لإسلام الخيري والتأليف لعبد الرحيم كمال، مما يضمن لنا تجربة درامية مميزة. المسلسل يتكون من 15 حلقة وسيعرض على قنوات ONE، CBC، DMC والحياة. أما مسلسل الكابتن فهو عمل آخر يستحق المتابعة. مسلسل عايشة دور يجسد رحلة فنية مميزة، حيث تتألق دنيا سمير غانم بأداء رائع إلى جانب كوكبة من النجوم مثل محمد تروت ومحمد كيلاني. العمل من إخراج أحمد الجندي الذي يبرز موهبة الكتابة بالتعاون مع كريم يوسف. مع 15 حلقة يقدم لنا المسلسل قصة مشوقة تعرض على قنوات CBC وDMC وأن. أما مسلسل ولاد الشمس في رمضان 2025 فهو يعد بمثابة تجربة درامية جديدة. مسلسل الشانكا في رمضان 2025 يعد واحدا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة. يضم طاقما مميزا من النجوم مثل أحمد داوود ومريم الخشت وصبري فواز، بالإضافة إلى سوسن بدر ومحمد ثروت. الإخراج تحت إشراف محمود عبد التواب توبة، بينما كتب السيناريو عمرو سمير عاطف. يتكون المسلسل من 15 حلقة وسيعرض على منصة واتش IT. أما مسلسل قلبي ومفتاحه فهو أيضا عمل يستحق المتابعة. مسلسل شباب امرأة يجسد قصة مثيرة مليئة بالتحديات والصراعات، حيث تتألق غادة عبد الرازق في دور الرئيسي يجذب الأنظار. مع 15 حلقة يقدم لنا العمل رؤية عميقة عن العلاقات الإنسانية والمجتمع. أما الغاوي فهو عمل درامي آخر يبرز موهبة أحمد مكي الذي يعود يتألق مع طاقم مميز مثل عائشة بن أحمد وعمرو عبد الجليل. كل حلقة تأخذنا في رحلة مشوقة مع تسليط الضوء على قضايا اجتماعية معاصرة. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا سبسكرايب للقناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد.